بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير. ان شاء الله الفيديوهات الجاية كلها في قلب السوق هيبقى التحليل بجد، وهنتعاملوا مع الشموع بجد بعد ما تعرفنا عن النظريات ونظرية وايكوف وازاي السعر بيبقى يديك يعني النموذج بتاع الصعود او الهبوط او التصريف. وفهمنا من نظرية داو يعني ايه الترند، ويعني ايه الترند يكون اصلي وفرعي وثانوي، وفهمنا كل الكلام ده. دلوقتي بقى جه الوقت ان انت تخش وتغوص بقى جوه السوق ذات نفسه، تفهم كل حاجة في السوق وتعرف الدنيا بتتكون ازاي. بس قبل ما نبدأ متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وخلينا نبتدي في البداية مع الدعوم والمقاومات. واحنا النهاردة هناخد 3 قواعد، هيكون في 3 قواعد النهاردة و3 قواعد في الحلقة الجاية، وبعد كده هيبقى الحلقة بتاعة المراجعة. تمام؟ طيب زي ما قلت لك قبل ما تبدا متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبتدي في درس النهارده. ملناش دعوه بالشموع لحد دلوقتي، انا هنشرح لك النظريه او الاساسي بتاعك، وبعد كده نبقى نروح للسوق في نهايه الفيديو. بص يا استاذنا، دلوقتي كده اهو، دلوقتي احنا معانا ده اتجاه صاعد، السعر عامل قمه، بعد كده راح نازل، بعد كده راح كسر القمه اهي، بعد كده راح نازل ما كسرش القاع، وبعد كده راح صعد من عنده بس. تمام. انا ممكن حد يقول لي مثلا انت ليه بتعمل بالاحمر ما انت راسم بالابيض، نقول لك ما اعرفش يعني، بس هي بتيجي معايا كده يعني، بس ما علينا. بص عندك ده ثواني هاي او اتش. بص مش عايزك تحفظها بهاي، عايزك تقول ده القمه. تمام، يعني احنا ماشيين كده، دي القمه والسعر نزل لحد هنا، يبقى ده اللو بتاعها. تمام، حلو. السعر نزل من عندها هنا، بص كده، وبعد كده راح صاعد، دي منطقة دعم. يعني ايه منطقة دعم؟ يعني بص هقول لك على حاجة، عندك بص هنا، انا اقول لك على حاجة، دول حرب اهي، ادي جيش وادي جيش، هنعمله لك بلون تاني، الجيش اللي تحت حتى اهو. تعمل ايه يا عم؟ ادي جيش مثلا نعمله باللون الاحمر، ماشي. معانا ان الجيش ده عايز يروح يحتل الارض دي، تمام، فهو بيعمل ايه؟ بيروح بجيشه وبيتحرك، تمام، فالمسافه بتقل، وبعد كده بيروح رايح بجيشه تاني متحرك، تمام، فاصبح ان المناطق دي هو بيكتسبها، يعني هو اكتسب المنطقه دي كلها، تمام، فهو عمال يكتسب في مناطق، يروح في مناطق في مناطق في مناطق لحد ما يروح ويحتله. تمام، ده بالظبط اللي بيحصل في السوق، ان المشترين عايزين يصعدوا بالسعر، فهم فضلوا يحتلوا ونزلوا لحد هنا. تمام، يعني رجعوا شويه، بعد كده هنا كانوا قووا نفسهم زياده، عملوا اقوى شيء عندهم، بعد كده راحوا رايحين بالسعر بالقوه دي كلها، بس لما نزل هم اكتسبوا الارض دي، ومن عندها بيبتدوا يرجعوا بقوه تاني عشان يكسروا القمه، وهكذا. وده ياخدنا لحاجه تانية، ان كل منطقه، يعني بص هنا كده، كل منطقه، كل سوينج هاي، يعني ده السوينج هاي بتاعك اهو، ثواني نكبره، كل سوينج هاي هو منطقه مقاومه، وكل سوينج لو هو منطقه دعم. ثواني كده، وانت خليك بالاحمر عشان ايه يكون اوضح. يعني كل قمه دي منطقه مقاومه، يعني السعر بيروح عندها وبيبقى صعب شويه، وكل سوينج كل سوينج له بيبقى منطقه دعم، السعر بيرتكز عنده. تمام، ركز بقى في حاجه، بص كده هنا لما انا قلت لك ده، ودي حاجه مهمه وبتفرق واحد عن واحد. تمام، انا لما جيت هنا قلت لك دي منطقه دعم، ايه اللي حصل؟ هل انا رحت اعمل لك خط وقلت لك ده والله منطقه دعم؟ قلت لك لا، قلت لك دي منطقه دعم. وده اللي انا محتاج ناسسه فيك وتكون فاهمه من البدايه، ان منطقه الدعم بتبقى منطقه مش مجرد خط. يعني ما ينفعش مثلا حد يجي يقول لك ايه والله بص ده منطقه دعم او ده خط الدعم، لا، هي بتبقى منطقه كامله وانت بتستنى من عندها سعر. لان هقولها لك تاني، مهما كانت منطقه الدعم او مهما كانت منطقه الدعم قويه، ما ينفعش تاخد رياكشن معاها على طول، لا، لازم تختبر السعر، وهتعرف كل ده طبعا واحنا ماشيين في الكورس. بس اللي انا محتاجك ان انت تكون فاهمه دلوقتي، ان منطقة الدعم ما بتكونش خط، بتكون منطقة كاملة. طب المنطقة الكاملة دي بتترسم على ايه عشان برضو تكون فاهم؟ بص هقولك على حاجة، في ناس، يعني مثلا خليني كده نرسم لك الشمعة دي، ثواني
اللون الابيض وكده. بص مثلا هنا كده مثلا، دي شمعة صاعدة اهي، تمام. في ناس تقول لك ارسمها من الديل لحد هنا. انا مش بتفق مع الناس دي. او ليه؟ هقول لك دلوقتي، هقول لك على حاجة. لان الديل ده ممكن يكون حصل نتيجة خبر، ممكن يكون حصل نتيجة اي حاجة، فمش شرط ان السعر هيرجع للديل تاني، تمام. فانت لازم تاخد ان الشمعة كلها، لازم تحدد كده. بص الشمعة دي كلها السعر كان جه نزل اتفعل معاها وبعد كده راح صاعد. فلو السعر رجع ودخل داخل النطاق بتاعي بتاع الدعم ده، يبقى لا، يبقى هنا المنطقة دي السعر مرجح ان هو يصعد. لكن السعر مش لازم ان هو ينزل للديل، تمام. وفي تريكايه برضه هعملها لك، خليني اقول لك عليها دلوقتي برضه. بص كده، ده الفيبوناتشي، طبعا هيبقى ليه حلقات تانية لوحده، بس برضه عشان تكون فاهم. بص كده، ممكن تخفي كل ده. بص 50%، لما السعر يوصل عند 50% دي بتبقى بداية قوية، لان السعر قدر ان هو ينزل للنص الاهم والجزء الاهم بتاع المنطقة دي كلها. يعني لان هنا في الدعم بيبقى اللي تحت الجزء الاهم، وفي المقاومة بيبقى اللي فوق الجزء الاهم. يعني بص هنا كده المقاومة، عشان برضو انت تكون فاهم، وهنا برضو، وهنا هيبقى الدعم ده، عشان انت بس تكون ايه، تكون فاهم. ايه ده، انا كتبت اسمي ليه؟ ما علينا، دعم، تمام. وناخده برضو نفس الموضوع بالنسبة للعكس او للمقاومة، كده 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 كده، نفس الفكرة برضو. انا حتى مش هنكمل هنا كتير، دي المنطقة بتاعة المقاومة بتاعتك، وبرضو اترسمت بان هي منطقة مش خط. وبرضو كل منطقة، يعني هنا منطقة، هنا بقى الدعم، تمام. كل سوينج هاي زي ما قلت لك، السوينج هاي ده هو بقى الدعم بتاعك في الهبوط، والعكس. يعني مش عايز اشرحها عشان ما لخفنها لكش، عايزك تكون فاهمها زي ما فهمتها هنا في الدعم، تعكسها وخلاص، هي هي، تمام. طب حد ممكن يجي يسأل سؤال مهم ويقول لك ايه، طب يا عم لو انا حددت منطقة الدعم ومنطقة المقاومة، نعرف منين ان الدعم ده ممكن يجيب اخره او خلاص هينتهي؟ يعني بص هقول لك على حاجة. من علامات تغير الاتجاه وكسر الدعم لما يكون السوق صاعد، يعني مثلا السوق صاعد مثلا عندنا اهو، تمام، وبعد كده بنهاية الصعود يبدأ يضعف ويروح نازل لك بشمعة قوية، تمام. ممكن انت مثلا تقول عليها ايه، شمعة ليموزين، شمعة بنبار، شمعة قوية، المهم تقولها زي ما انت ما تقولها، تمام. دي بتبقى زي انتصار للبائعين وعلامة قوية ان السوق بدأ يغير، يعني يغير فكرته من الصعود للهبوط، تمام. ولو انت حاطط الستوب لوس بتاعك تحت الدعم او فوق المقاومة، لما بيكسره بتبقى شمعة قوية وبزخم كبير جدا. عارف ليه؟ عشان تضرب الستوب لوس بتاعك والسعر يكون فيه سيولة اكتر. يعني بص مثلا هقول لك على حاجة عشان برضو تكون فاهم، خلينا نجيبها من السوق، مش لازم نشرح هنا. مثلا اقول لك انا مثلا على فين، عايزين مثلا كده يكون هنا مثلا السوق هابط اهو، تمام. ومن علامات تحول الاتجاه، انت مثلا هنا بعت مثلا من هنا والستوب لوس بتاعك هنا، وبعت هنا، تمام. بعت مثلا من هنا اهو، والستوب لوس مثلا لما السعر ماشي معاك شويه، رحت انت حاطط الستوب لوس بتاعك على الدخول، طبعا انت كل ده كسبان. بص كده لما السعر ضربك، بص ضربك بمنظر شموع عامل ازاي، شموع قويه. ودي كده علامه تقول لك ان السعر هيغير اتجاهه. يعني هو هنا ضربك الستوب لوس هنا، ثواني. عارف بتكون قويه ليه؟ عشان السعر ما يدكش فرصه ان انت تخرج من الصفقه او تطلع راس في راس او مش خسران، لا، بيضربك ضربه جامده عشان يخليك تخسر اجباري، فاهمني؟ فعشان كده لما تلاقي ان السعر مثلا جه عند المنطقه دي اللي احنا حددناها ان هي منطقه مقاومه، وراح ضرب بقوه كده، دي بتكون علامه قويه ان السعر هيتغير والاتجاه بدل ما كان هابط هنا هيبقى صاعد. وبص اللي حصل بعد كده. طبعا انا هنحلل معاك كل حاجه والدعوم والمقاومات دلوقتي، بس بعد ما نشرح القاعده الثالثه. ولو انت ما كنتش عملت سبسكرايب للقناه، يا ريت تبقى تنزل تعمل تحت. وديت نصيحه مهمه بس حابب اقولها لك قبل ما نخش على القاعده ديت.
بعد ما ترسم السوينج هاي والسوينج لو بتاعك، بص على البرايس اكشن. البرايس اكشن طبعا انت هتعلمه معايا، بس للي فاهمه يعني. بص ده كده مثلا شكل مثلث، ده برايس اكشن. تمام، هتبقى تتعلمه معايا، بس للي فاهمه انا حبيت برضه اقول له عليه دلوقتي. بص هنا ان السعر عمال يقرب للبرايس اكشن هنا وبيطلع معاك بقوه، دي معناها برضو اشاره ان السعر هيكمل في الصعود. انت تعمل ايه؟ دي معناها ان بص ان السعر راح صاعد وبعد كده نزل، مالكش دعوه هو نزل ليه، هنحلل كل ده. بس بص هنا البرايس اكشن ان السعر راح نازل برضو في نفس الفكره، الاتجاه برضو مكمل صعود اهو، عمال يكسر لك في قمم. تمام، وديت في البرايس اكشن مش عايز اغوص فيها يعني، بس اللي فاهم برايس اكشن تمام، مش فاهمها اصبر عليا، وكده كده انا هبقى اشرح البرايس اكشن في الكورس بتاعنا، بس تكمل معايا للاخر. تمام، ونيجوا على القاعده الاهم اللي هي القاعده الثالثه، مقاومه اليوم هو دعم الغد. تمام، يعني ايه مقاومه اليوم هو دعم الغد؟ يعني من الاخر كده وبالبلدي ان الدعم بتاع النهارده ممكن بكره يبقى مقاومه، او المقاومه والدعم بيتحولوا. يعني بص هنا مثلا ده كان المقاومه صح، بص لما السعر نزل ارتكز عليه، وده ليه؟ بص السعر نزل هنا، بعد كده راح طالع، بعد كده راح نازل، بقى ديت منطقه المقاومه بتاعتك. السعر بعد كده فضل يتذبذب في النطاق ده كله، بعد كده راح طالع كسر المنطقه دي، ولما نزل ارتكز عندها، بعد كده كمل رحله الصعود القويه بتاعته. تمام، وبرضه عشان نفهمها لك لازم انت تشوفها في السوق كتير. يعني انا فهمت لك الفكره كلها، ان من الاخر كده كل دعم وكل مقاومه. يعني بص مثلا على فريم اليوم دلوقتي، خلينا مثلا نحدد دعم ومقاومات بتاعتنا. والله هنا مثلا السعر صعد، بعد كده راح هابط، حددناها بالنسبه لي الشمعه دي كلها. ليه؟ لان الشمعه دي اهي اللي هي الصفرة اهي، دي هي اقل شمعه وهي السبب في كسر كل ده، فاحنا بنحددها. السعر اتفاعل معاها ما اتفاعلش معاها، انت محددها وخلاص. بص والله العظيم انا ما شفتها، وكنت يعني انا داخل دلوقتي على الشرط كده بالحب، داخل نشوفها بنشرح مثال. حتى بقول لك مش شرط ان السعر يتفاعل معاها، انت بتحددها وخلاص. السعر راح جاي نزل عند الشمعة واحترمها. طبعا انت عايز مثلا تروح عامل كده، تقول لي لا انا هاخدها من الديل. بص كل واحد ودماغه، انا عن نفسي شرحتها وقلت لك ان احسن حاجة انت تحدد الشمعة كلها، لان مش لازم كل حاجة هيلتزم بالديل. وبعدين لما تفهم مني البريك اوف ستراكشر واللي تشوك هتفهم كل حاجة. وانا بقول لك ليه بتاع ده، ان انت بتحدد الشمعة كلها، لان انت اصلا فكرتي معاك ان انت تخش على فريمات صغيرة زي فريم ال5 دقايق والربع ساعة يكون اخرك في الدخول. تمام، فعشان كده انا بشرحها لك. ودلوقتي انت خدت معايا الثلاث قواعد وهنراجعهم عليك دلوقتي بشكل قوي كده وسريع. يعني زي ما قلنا كل سوينج هاي هو المقاومة، وكل سوينج لو هو الدعم في الاتجاه الصاعد، وفي الاتجاه الهابط العكس صحيح. وقلت لك ان في القاعدة التانية من علامات تغير الاتجاه لما تلاقي الشموع بتبقى قوية وهي بتضرب الستوب لوس بتاعك، وشرحتها لك في مثال. وقلت لك القاعدة التالتة وهي مقاومة اليوم هو دعم الغد، والعكس ان السعر والدعم والمقاومة بيقلبوا الادوار لبعض. يعني بص هنا مثلا كده مثلا، وركز معايا في حاجة زي دي، لما السعر الشمعتين زي دول مثلا كانوا قريبين من بعض، رحت انا واخد الديل بتاع دي والهاي بتاع دي. ليه؟ لان الشمعة دي كلها كلها كده على بعض قوية يعني وكبيرة، فانت لو عايز حاجة تخلي الستوب لوس بتاعك احسن بتعمل الفكرة دي، بتدمج يعني الشمعتين مع بعض. فاهم؟ بص كده لما حددناهم والسعر راح نازل، بعد كده بص من علامات تغير الاتجاه ان السعر راح جاي وراح طاير من عندها. حددنا احنا ان المنطقة دي كانت منطقة مقاومة. بص بعد كده لما السعر جالها هنا تاني وكسرها بقوة، نزل ما قفلش تحتها، احترمها وكان بينزل تحتها بالديول بس. ودول اول 3 قواعد احنا شرحناهم. وما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتتابعني عشان الحلقة الجاية ان شاء الله هتنزل لك يوم الاربعاء. واشوف وشكوا على خير ان شاء الله، ومع السلامة.